ناس نظيفة دلوقتي بتخش. في نفس التوقيت اللي ملك بريطانيا لبس جيبة وشراب أحمر زي أبوه وجده، واعتز بهويته واعتز بتاريخه واعتز بماضيه، ومشي في شوارع بريطانيا في صورة مقززة وكلها تلوث بصري. وزي ما اتعودنا انا مش هقول رأيي، انا بعرض لك الصورتين. انت هنا بتمنع الجلابية على الرغم ان المجتمع اللي انت بتتلزق فيه وبتحاول تقلده اصلا ان هم وابهاتهم واجدادهم بيلبسوا جيب على شرابات حمراء في منظر مقزز زي ما حضرتك ما شفت، بقوا بيعتزوا بالجيبة لغاية النهاردة وبيلبسوها على نفس الشراب الاحمر المقزز، بيعتزوا باي شيء بيرمز لهويتهم وتاريخهم وماضيهم وواقعهم اللي عايشينه لغاية النهاردة. لان اللي لابس الجيبة على شراب احمر قدام حضرتك وداخل بيه مطاعم ومحلات عادي، ده ملك بريطانيا، الملك بتاعهم. احفظ الفيديو ووريه لابنك علشان يبقى قدامه الصورتين وما يتشتتش، ويعرف ان الحرب عليه هو بشخصه، على تاريخه وعلى هويته وعلى بلده وعلى دينه. عايزين يشككوه في قيمته ويشككوه في كل حاجة حواليه علشان يطلع انسان سطحي يعرفوا يتحكموا فيه. كل الاعتزاز بهويتنا المصرية الأصيلة، كل الاعتزاز والفخر بيك يا بلدي. بس كده يا صديقي، اشوفك على خير.